لو عاوز تعرف إيه هي عملية تكميم المعدة، وإيه هي أسماء عملية تكميم المعدة، وليه اتسمت بالأسماء دي، ومين اللي اخترع عملية تكميم المعدة، وفي سنة كام، تابعني في الفيديو ده. إيه هي عملية تكميم المعدة؟ دي عملية بنقص فيها حوالي من 75 ل 80% من حجم المعدة، يعني تلتين حجم المعدة، وبنستأصله، فبتبقى المعدة شكل الكم أو الموزة. حجم المعدة بيبقى حوالي من 100 ل 200 مللي، يعني مج الشاي يملاها. عشان كده بنشبع مع أقل كمية أكل، وبيقل الإحساس بالجوع، لأن الحتة اللي اتقصت هي اللي بتفرز هرمون الجوع، هرمون الغرلين. إيه هي أسماء عملية تكميم المعدة؟ ليها 3 أسماء: عملية تكميم المعدة، عملية تدبيس المعدة، عملية قص المعدة. ليه اتسمت بالأسماء ديت؟ اتسمت بعملية تكميم المعدة لأن المعدة بعد ما بتتقص بتبقى شكل الكم. ليه اتسمت بعملية تدبيس المعدة؟ لأننا بندبس الجزء الباقي من المعدة بالدبابيس. ليه اتسمت بعملية قص المعدة؟ لأننا بنقص المعدة بالدباسة. مين اللي اخترع عملية تكميم المعدة، وفي سنة كام؟ الناس اللي بتحب التاريخ تركز معايا. عن طريق الفتح الجراحي، البروفيسور دوج هيس، وده كان في أواخر الثمانينات عام 1988، واتعملت وقتها كجزء من تغيير مسار الاثنى عشر لعلاج ارتجاع المريء. عن طريق المنظار الجراحي، البروفيسور جين، وده كان في أوائل الألفية الجديدة عام 2001. لو عاوز تعرف إيه هي خطوات عملية تكميم المعدة، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.